ده يوسف شاب جامد روش غني كول اخر حاجه، بيجي ميعاد عيد ميلاده فبيقرر يعمل حفله على الضيق كده عشان الكورونا والاجراءات الاحترازيه، وبترقص معاه صاحبته ميرا عينين خطيره، وبتساله بتحب اللمه انت صح؟ قال لها بحبها لو حلوه زيك كده يا لما انتي، اما بقى لو دمها تقيل بخلع. فقالت له جو انت ازاي روش كده؟ وبتيجي الاستاذه لبنى الاكس بتاعت يوسف عشان تحضر الحفله، وبتيجي عند مكان الدخول فبيقول لها الجارد هات التليفون انت عارفه التصوير ممنوع هنا، وبعد كده بيقول لها اتفضلي تعقيم من هنا على طول. بتدخل لبنى الحفله وبتبتدي تستعيد ذكرياتها في المكان ده مع يوسف صاحب المكان، وبتروح جنب البار تطلب كاس، فبتقابل احمد مراد الغلابه وبيقول لها هاي لبنى انت ما تعرفينيش بس انا شفتك مع يوسف كتير. قالت له فين ده بقى ان شاء الله؟ قال لها انت هتحوري ده انتوا كان ناقصكم بس تخلفوا مغاوري. وبتشوفها ميرا فبتسال يوسف هي البت دي ايه اللي جابها؟ انت مش كنت فركشت وقطعت علاقتك بيها؟ فقال لها لا 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 انا ما اقطعش علاقتي بقطه ابدا، احنا اصحاب بس مش اكتر وببوس عادي، شكل البوسه بس هو اللي اختلف، هي ببوسها كده وانت ببوسك كده. فقالت له ايه ده ان شاء الله انت بتبوسني في بقي؟ هو انا اختك ولا البيست فريند؟ لا لا انت شكلك ما بقتش تحبني زي الاول. بتضايق لبنى من البوسه فبتقول له مراد انا هلف لفه كده واجيلك. فقال لها اوكي انا قاعد هنا مستنيكي بكتب روايتي الجديده. قالت له ده بجد اسمها ايه بقى؟ فقال لها البوس في زمن الاوفر دوس. وبتروح ترقص مع شويه شباب زي الورد وباحجام مختلفه، وبعد كده بتقرر ان الاحترام مش جايب همه وبتروح عند بار تاني غير الاولاني وتطلب كوكتيل خمور مختلفه. وهناك بتقابل سلمى صاحبتها اللي اول ما بتشوفها بتقول لها ازيك يا انا نسيت اسمك معلش اصل انا سكرانه هنا من عيد ميلاد يوسف اللي فات فمش مجمعه قوي. فلبنى قالت لها اسمي لبنى، اخبار جندي صاحبك ايه؟ فسلمى قالت لها ابدا يا ستي مقموص مني عشان اخر مره نزلت خرجت معاه بالبيكيني فزعل مني. فلبنى استغربت وسالتها مش فاهمه يعني هو ايه اللي مزعله في حاجه زي كده؟ احنا مش اغنياء وكل وروشين موت والحاجات دي عندنا عادي. قالت لها ايوه بس انت مش متخيله ان لما بنزل معاه بالبيكيني بيشيل لي هو موبايلي ومفاتيحي والبوك بتاعي فبيتقدر قوي وانا ما اعرفش اشيل الحاجات دي فين يعني. فلبنى بتبص كده وتقول والله فعلا مفيش مكان. وبتسالها لبنى هو معلش يعني بجمله الروشنه لو عايز اضرب مخدرات واشم هيروين واضرب حقن واموت في الحمام زي الافلام ابتدي الطريق منين؟ فبتوصلها سلمى بحامد الجامد، فبتروح للبنى تقول له هاي انا عايزه، فقام حامد قال لها كده احبك يا فايزه. وبتقوم واخداه وبتدخل الفيلا بتاعت يوسف وتقلب ازازه خمره حمراء من دولاب الذنوب بتاعه وبتدخل اوضته بالباسورد بتاعه، وبعد كده بتدخل بيه الحمام فبيقول لها استاذه فايزه انا مش عايز اعمل بيبي اتفضلي انت لو عايزه. فقالت له لا لا انا عايزه اجرب اضرب مخدرات. قال لها يعني انت يوم ما تجربي مع ولد لوحدك في حمام مقفول؟ فقالت له ولد ايه يالا ده انت هاني اديني بقى عشان نفسي ابقى هوب هاي يا هاني. فبيطلع لها كيس هيروين و200 جنيه يرولوا فيها، وبتضرب فايزه مسحول مخدرات وبتبص لنفسها في المرايه كده وبتقول لنفسها اللي اقول لي يا حامد انا ليه مش حاسه بالدماغ؟ فبيقول لها هي ان انا هنا انت بتبصي فين؟ انت بتكلمي نفسك؟ فبتبص له بعد كده بتبص في المرايه وتقول له ما فرقتش كتير قوي يعني والله. بيقرر حامد الجامد انه يسيب القطه بقى ترجع مع نفسها براحتها ويروح بقى يكمل حفلته ويبقى اويا، ولكن بيجي يفتح الباب يلاقي المفتاح معلق فبيبتدي يصوت ويتشنج. فبتقول له انت بتعمل كده ليه؟ فبيقول لها مأكسز. فبتقول له امال انا مش مأكسزه ليه؟ وبيفضل يجري على الحيطان والشبابيك ويقول الحقوني هموت انا عندي فوبيا الاماكن المغلقه. فقالت له يعني بقالك ساعتين ودلوقتي جات لك بعدين مغلقه ده الحمام ده قد شقتكم اصلا. فحامد قال لها لا انا مش قادر عطشان ميه، وبيشد الاكره فبتتكسر في ايده وبيعورها من غير قصد، وبيفضل يدور على اي بلاستر كده وبيقول لها هو مفيش اجزخانه في المكان ده ولا ايه؟ تحت بقى وعم يوسف قاعد بيشواوا مع ميرا صاحبته بتقوم سالها بقول لك ايه يا دكري هي صاحبتك راحت فين؟ مش ممكن تكون خدت لها حد كده وطلعت فوق؟ لا وايه المشكله يعني؟ قالت له ازاي يعني هو ايه اللي المشكله احنا مش طالعين كمان شويه ولا ايه؟ لا لا انت شكلك زي اخويا قول لي بقى من دلوقتي وعرفني. بتحاول لبنى تطمن حامد فبيقول لها عبال ما الحفله تخلص ويلاقونا هنكون متنا من العطش هنا تاخدي بق حرام. وبتقوم سالها اللي اقول لي يا اسطى ايه رايك في صاحبه يوسف الجديده؟ فبيقول لها صاروخ وجامده بس لا مؤاخذه يعني هم لسه في الاول فمش هنقدر نحدد شكلها هتعمر ولا لا الا بعد الحمل، نتقل نعدي 9 شهور كده ونقول لك. بتفتكر لبنى ذكرياتها زمان هي وصاحبها ده اللي اسمه يوسف، وبتفتكر انها اكتشفت في يوم انها حامل فقالت له اتصرف ازاي؟ قال لها هننزله يا حبيبتي. قالت له لو ما نزلش؟ قال لها هتسميه محمود بقى وخلاص. يا جماعه ده مسلسل بجد والله مش صفحه الاداب. وبيقول لها حامد انه منبهر بيها فقالت له اشمعنى؟ قال لها يعني واحده غيرك لو اتحبست مع ولد غريب في الحمام كان زمانها صرخت وولولت وكده. فقالت له معلش يا رضا كده رجع كادر تاني طلع لي الاختلافات السبعه يا روحي، بعدين انا اللي منبهره انك ما حاولتش تعمل حاجه كده ولا كده. قال لها يا باشا البلد دي لسه فيها رجاله. فقامت قايله له هم فين طيب ما انا فايزه انا هقوم اضرب كوكتيل مخدرات تاني عشان انسى الحوار ده كمان. بتفتكر فايزه يوم ما راحت ليوسف البيت بالليل وقالت له انها خدت الدواء اللي هتسقط بيه البيبي بس خايفه تبات لوحدها فممكن بعد اذنك تستضيف نبات جنبك. قال لها يا خبر طبعا يعني مش سؤال ده احنا بينا عيش وملح على السرير ده. وفي منتصف الليل بيبتدي البيبي ينزل ويجي لها نزيف فيقوم يوسف الشهم الشجاع واخدها وطالع بيها على المستشفى ويقوم سايبها وجاري فبتقرر تتخلى عنه وتسيبه، بس اللي هي بقى ما تعرفوش انه سابها بس عشان يروح يجيب الكمامه ويرجع عشان ما كانوش راضيين يدخلوه. وبتفضل تعيط لما تفتكر وتقول لحامد اديني حضنك اعيط فيه يا اسطى. فبيقول لها استاذني بس اروح اعمل بيبي وارجع. يا جماعه انا تقريبا ما اضفتش اي افات ولا احداث
ممثل المسلسل عشان ده بيحصل في المسلسل فعلا، وبيرجع لها بيلاقيها مغمى عليها، فبيقول لا فيصل عايزه لا، ويقوم نازل بيها الحفله تحت وهو شايلها بعد ما فتح باب الحمام بقوه الجعير، وبيطلع بيها على المستشفى. وبتفوق في المستشفى تقول له انا فين؟ قال لها انت بقالك يوم كامل نايمه النومه دي يا اسطى ومغمى عليك. فقامت قايله له يعني مغمى عليا كل ده وفي مستشفى يعني ومفيش ولا محلول في جسمي وانا جاي اريح هنا يا اسطى؟ فقال لها لا ما احنا عرفنا السبب خلاص وهنعالجه ومش هنعمل كده تاني. قالت له ايه بقى؟ قال لها الدكتور قال لي ان الضرب ليه اصول، فلما تيجي تضربي ما ينفعش تضربي على بطن فاضيه. والله قال لها كده في المسلسل. ما تنسوش تعملوا لي فولو لو انتوا لسه فايقين اصلا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام، وفولو لاحمد رضا عشان للاسف هو اللي منتج القرف ده. سلام.